Voilà mes chers étudiants, donc غنبداو la première séance ديالنا في le module numéro 25 à propos de la physiologie animale. Et غنشوفوا le premier chapitre concernant le milieu intérieur et l'homéostasie. واخا وغنشوفوا اولا كبيره notion de milieu intérieur يعني غنتعرفوا على المفهوم ديال الوسط الداخلي. داكوغ. فاول حاجه مشي عندي هي اون ديفينيسيون دو ميليو انتيريور. شنو هو بعدا هذا الميليو انتيريور؟ داكوغ، اللي هو الوسط الداخلي. فمشي بالنسبه لهاد لا كيسيون كتحط في ليكزامان سو فورم ديال ديفينيسيون. ديفينير لو ميليو انتيريور سهله بزاف، خاصني نفهمها. داكوغ. و ميم طون نعرف بيان سور انني نجاوب على هاد لا كيسيون. بون، بالنسبه للميليو انتيريور ميشيل، اول حاجه خصني نعرف عليه سي كانه يعني المؤسس ديال هاد لا نوسيون هو كلود برنار. داكوغ. فهاد لو سافون هذا سمى بان لو ميليو انتيريور عطى واحد المصطلح اللي هو لونفيرونمون ليكيد. داكوغ، يعني البيئه السائله داخل الجسم. صافي. فميشيل، لو ميليو انتيريور غنعطيكم اون ديفينيسيون كلير نيت سامبل، حيت حنا كنتريتيو الريزومي ديال الكور. صافي. يعني ما كاينش قوه الهضره بزاف وقوه الكتابه بزاف، ديك الشيء خصنا يكون كلير نيت سامبل باش ناخذ لا نوت كومبليت ديالي في ليكزامان. صافي. فميشيل، بالنسبه لو ميليو انتيريور اللي هو الوسط الداخلي، دونك لابريفياسيون ديالو ام اي. صافي. Donc, le milieu intérieur d'un organisme multicellulaire comme l'homme correspond au liquide extracellulaire contenu dans le corps et séparé du milieu extérieur par le tissu cutané. Voilà. Donc, فهاد la définition, Michel, عندي ثلاثة ديال المصطلحات. عندي لو ليكيد اكستراسيلولير، عندي الميليو اكستيريور، وعندي لو تيسي كوتاني. كيفاش ميليو انتيريور، ميليو اكستيريور، ميليو ليكيد اكستراسيلولير وتيسي كوتاني. فهذه هي لا ديفينيسيون. ميشيل، بالنسبه للوسط الداخلي ديال كائن حي ملتي سيلولير يعني متعدد الخلايا كالانسان نوطامون، حيت حنا غنيتيديو بور لوم. شنو كيعني؟ كيعني هو لو ليكيد اكستراسيلولير اللي كيتواجد في لو كور، يعني السائل اللي برا من الخليه، اكسترا على ليكستيريور دو لا سيلول. صافي. لا سيلول عندها الداخل كيتسمى لو ليكيد انتراسيلولير، يعني السائل اللي كيتواجد داخل الخليه. صافي. بينما لو ليكيد اكسترا سيلولير هو لو ميليو انتيريور. عقلوا عليها مزيان. صافي. ام اي تساوي ال اكسترا سيلولير، يعني ال او ال او ال بوان او كتعني هاد لابريفياسيون ليكيد اكسترا سيلولير. بالنسبه ليزابريفياسيون ميشيل كتحتاجوهم يعني بانكم تريزوميو بهم. صافي. داكوغ. يعني ليزابريفياسيون كيعاونوا بوغ بيان سور انني نفهم ونختصر الريزومي ديالي. فميشيل، بالنسبه لليكيد اكسترا سيلولير هو لو ميليو انتيريور فين كيتواجد داخل في لو كور. داكوغ. اي سيباري دو ميليو اكستيريور، وكاين فاصل على لو ميليو اكستيريور الوسط الخارجي بار لو تيسو كوتاني. شكون هو الوسط الخارجي؟ برا من الجسم. اي حاجه برا من الجسم كتعتبر لو ميليو اكستيريور. عن طريق ماذا؟ عن طريق لو تيسو كوتاني. لو تيسو كوتاني هو النسيج الجلدي. صافي، هي لا بو تو سامبلومون. لو تيسيو كيتاني هو لابو. واخا. يعني باش لا باريير، يعني الحاجز، لي فرونتيير، الحدود ما بين الوسط الداخلي اللي هو لو ميليو انتيريور اللي هو لو ليكيد اكسترا سيلولير، والوسط الخارجي اللي هو لو ميليو اكستيريور هو لو تيسيو كيتاني. واضح ميشيل؟ هي سهله. الوسط الداخلي يعني كنعاودها بالخشيبات. الوسط الداخلي هو لو ليكيد اكسترا سيلولير وكيتسيبار على لو ميليو اكستيريور برا من الجسم عن طريق النسيج الجلدي. هاد لو ليكيد اكسترا سيلولير ميشير فيه جوج، كيتكون من لو ليكيد انترستيسيال. ها هما مصطلحات جداد. لو ليكيد انترستيسيال بلس لو بلازما، يعني لو ليكيد سونغان، يعني السائل الدموي اللي هو البلازما. بون، بلازما كتواجد في الدم، دونك لو سون نورمالمون، ولكن نوتامون الا بغينا يعني نكونوا اكزاكت هو البلازما. صافي. حيت البلازما فيها لي غلوبول روج ولي غلوبول بلون والكريات الحمراء والكريات البيضاء والصفائح الدمويه لي بلاكيت. حنا هذوك ماشي لانتيغي ديالنا حتى الشابيتر الجاي. دابا كيهمنا البلازما. دونك هذاك البلازما ولو ليكيد انترستيسيال يساوي ال او، يعني لو ليكيد اكسترا سيلولير. صافي. هادشي مناش كيتكون لو ليكيد اكسترا سيلولير اللي هو لو ميليو انتيريور. دونك لو ميليو انتيريور يساوي لو ليكيد انترستيسيال بلس البلازما. الوغ ميشيل، شنو هو هذا لو ليكيد انترستيسيال؟ ها هي لا ديفينيسيون عطيها لكم ميشيل باش تفهموا من دابا. Le liquide interstitiel, tout simplement, une définition simple. Le liquide interstitiel remplit, le liquide qui remplit l'espace entre les capillaires sanguins et les cellules. هو السائل ميشيل اللي كيملأ. داكوغ.
ليسباس يعني كيملا الفراغ اللي كيتواجد ما بين الشعيرات الدمويه لي كابيلار سونغان ولي سيلول. واخا كيكونوا عندي لي سيلول ميشير داكوغ وعندي لي كابيلار سونغان الشعيرات الدمويه. هذاك السائل ما بين لي كابيلار سونغان ولي سيلول اللي كيتواجدوا في الداخل ديال الكابيلار سونغان كيتسمى لو ليكيد انترستيسيال. صافي. علاش كاين؟ نظرا لانه il facilite le rôle ديالو il facilite les échanges de nutriments et de déchets entre ceux-ci. يعني كيسهل التبادل ديال لي نوتريمون، يعني كيسهل التبادل ديال المواد الغذائيه داكوغ، وكذلك حتى لي ديشي يعني الفضلات اللي كيبغيو يخرجوا ما بيناتهم داكوغ، ما بين يعني الكابيلار سونغان وما بين لي سيلول. فوالا. كذلك ميشيغ عندي واحد لا نوسيون اخرى اللي هي لو بلازما بيان سور، هو يعني السائل الدموي، يعني الدم لو سون بلازما. واخا من بعد غنشوفوها. دابا عندي واحد لا نوسيون اخرى اللي سميتها لا لانف. لا لانف داكوغ. فهاد لا لانف هي لو ليكيد لانفاتيك ولا لو ليكيد لانفاتيك سي لا ميم شوز، يعني السائل اللمفاوي. شنو هي؟ سي ان ليكيد clair jaunâtre circule dans tout le réseau de ganglions et de vaisseaux lymphatiques. علاش هاد لا ديفينيسيون ميشيغ؟ نظرا لانه كملوا معايا لو ليكيد اكسترا سيلولار يساوي لو ليكيد انترستيسيال بلس البلازما. احنا عرفنا الديفينيسيون ديال لو ليكيد انترستيسيال. دابا غنكملوا التيغي الثانيه. Le liquide extracellulaire est renouvelé par deux circulations qui se font dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques. يعني هذا الوسط الداخلي راه كيتجدد، يعني هذا السائل هذا يتجدد عن طريق جوج ديال لي سيركيلاسيون، يعني عن طريق جوج ديال الدورات اللي هما عن طريق لي فيسو سونغين، يعني العروق الدمويه لي فيسو سونغين. واخا بالاضافه كذلك لي فيسو لانفاتيك يعني اللمفاويه. فوالا. فهاد الاوعيه اللمفاويه لي فيسو لانفاتيك هما اللي كيجددوا ليا زائد لي فيسو سونغين هما اللي كيتجددوا هاد لو ليكيد اكسترا سيلولير. فهاد لا نوسيون ديال لا لانف ميشير ولا لو ليكيد لانفاتيك شنو هو؟ هو عباره عن واحد الليكيد اصفر يدور في جميع الانحاء ديال الشبكه ديال الغدد اللمفاويه، واحد الغيزو الشبكه ديال لي غونغليون الغدد اللمفاويه لي غونغليون لمفاتيك. صافي. ولي فيسو لمفاتيك والعروق اللمفاويه. وبالنسبه مشيغ لهاد لي غونغليون لمفاتيك عندي بزاف. عندي مثلا لي غونغليون سيرفيكو دونك اللي كيتواجدوا في لوكو، اللي كيتواجدوا في العنق مثلا. عندي لي غونغليون اللي كيتواجدوا في الثوراكس يعني ثوراسيك البطن. كذلك عندي لي زيسيل لي غونغليون اكسيلير اللي كيتواجدوا في الابط ايتترا. داكوغ. سي با لا بين يعني نعرف فين، ولكن نعرف لا ديفينيسيون واخا ديال لو ليكيد لمفاتيك. داكوغ. فميشيغ بالنسبه لهاد الفيغور اللي كتشوفوا معايا، دونك عندي لو ميليو انتيريور. شكون هو هذا لو ميليو انتيريور؟ هو لو ليكيد بيان سور اكسترا سيلولير. داكوغ. وهذا لو ليكيد اكسترا سيلولير داكوغ راه بيان سور فوق من لو ليكيد انترا سيلولير. لو ليكيد انترا سيلولير لابريفياسيون هي ال اي سي. داكوغ يعني لداخل الخليه ماشي هو لو ميليو انتيريور. بينما لو ليكيد اكسترا سيلولير ال او سي لابريفياسيون ديال الاختصار ديالها هو لو ميليو انتيريور. داكوغ. وعندي كذلك بيان سور لي سيلول بروتيكتريس هما الخلايا جلديه اللي كيحميو بيان سور هاد لو ليكيد ولا لو ميليو انتيريور. وعندي دي زيشانج افيك ليكستيريور يعني افيك الوسط الخارجي عن طريق مثلا لو تيب ديجيستيف لي بومون لي غان. لي بومون بيان سور اللي كيدخلوا مثلا الاكسجين من الوسط الخارجي لو ميليو اكستيريور ويخرجوا السي او 2 ايتترا ايتترا. فوالا مي شير. دونك هذا بالنسبه لا نوسيون ديال الميليو انتيريور اللي بيان سور كيتعتبر هو ليكيد اكسترا سيلولير، يعني هو لو ليكيد انترستيسيال plus le plasma. كذلك ميشيغ عندي le milieu intérieur est caractérisé par son homéostasie, c'est la constance de sa composition. يعني هو نظام التوازن اللي غنشوفو دابا. واخا. Après mes chers étudiants غنشوفو ثانيا concernant une définition de l'homéostasie. واخا هاد لا نوسيون ديال l'homéostasie مهمه ميشيغ بزاف. داكوغ. وكتحط في ليكزامان وكتحط في لي كونكور وخاصني نعرفها. سا مارش. فميشيغ بالنسبه للهوميوستازي شنو هي؟ هو التوازن ديال الجسم. يعني كيفاش الجسم ديالك انت راك ما كتدخلش فيه. الجسم ديالك يعني لو ميليو انتيريور ديالك فوالا راك ما كتدخلش فيه، يعني راه مستقل عليك، انت ما كتدخلش فيه. واش انت كتفيق كل صباح وكتحط الكبده كتلقاها مشات من بلاصتها وكتردها وتحطها؟
فوالا. عاوتاني البونكريا تا هو كتجيبو تحطو في بلاصتو كتلقاهم تخربقوا، ما بقاوش هما هادوك. لي ستوما كتهزها، لي زانتيستان عاوتاني كتقادهم شويه، كتاكتيفي لي زانتيستان، كتكيف شي بوطونه فيها وكتخليهم يخدموا بحال شي ماشين لافي. عاوتاني ومن بعد توقفهم، عاوتاني ودوز الانسولين مثلا من البونكريا، ويمشي عاوتاني يحيد بيان سور لي سكر. او لا فوالا هادشي لي غان باش يفلتريو عاوتاني. نو، هادشي ما كنديروهش حنايا. دونك حنا كنحافظوا بوتيتر على لو ميليو انتيريور ديالنا، ولكن ما كندخلوش فيه. وهذه عاوتاني اللي حكمه الخالق. حنايا كندخلوا غير في الوسط الخارجي، الميليو اكستيريور، وحنا معنكشين ومخربقين والامور معقده جدا. فما بالك كنا كنخدموا حتى في الميليو انتيريور كنتحكموا فيه. الوغ مصيبه. داكوغ. فميشيغ هذا الميليو انتيريور ديالنا كيمتاز بانه يتوازن لوحده، بوحديته مسكين كيتقاتل كل نهار. الماكله كل حاجه قاده في بلاصتها، كل حاجه يصيفطها بلاصتها، كلشي عندك منظم، كلشي زوين لعظمه الخالق. فوالا. فعن طريق ماذا؟ عن طريق هاد لوميوستازي. يعني عن طريق هاد لوميوستازيه اللي كتخلي توازن ديال الجسم. داكوغ. فهاد لا ديفينيسيون ميشيغ ديال لوميوستازي مهمه بزاف. بالنسبه للتعريف ديال هاد لوميوستازي، فوالا، سهل. D'accord. C'est un processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes des milieux intérieurs entre les limites des valeurs naturelles. هو ساهل، ما فيش قوه تعقيدات وبزاف ديال السطوره. واخا. فالهوميوستازي شنو هو؟ التوازن ديال الجسم. واخا. هو واحد العمليه تنظيميه، يعني بروسيسوس دو ريغولاسيون. عقلوا عليها مزيان، ضروري تذكرها في لا ديفينيسيون ديالك. صافي. عمليه تنظيميه حيث من خلالها يحافظ الجسم على مختلف بيان سور ثوابت ديال الوسط الداخلي ديالو، بين بيان سور واحد لي ليميت، بين واحد الحدود وواحد القيم طبيعيه. سيتادير كتخلي الجسم انه يبقى متوازن حسب واحد القيم، واحد لي فالور. الا دازها خاصها تدخل هاد لوميوستازي، يتدخل هاد لو بروسيسوس دو ريغولاسيون باش يريغلنا الامور. يعني هو كيريغل. داكوغ. سيستيم دو ريغولاسيون اللي هي لوميوستازي. واخا. فهاد لوميوستازي ميشيل شنو قالنا عليها كلود برناند بيان سور en 1872. La fixité du milieu intérieur est la condition d'une vie libre et indépendante. واخا يعني مهمة جدا. تباتل الوسط الداخلي هو شرط لحياة حرة ومستقلة. ضروري باش تكون حر ومستقل خاص لو ميليو انتيريور ديالك يعني يكون فيه لا فيكسيتي الثابت عن طريق هاد لوميوستازي. واخا. فميشيغ بالنسبه لهاد لوميوستازي كيف كتعرفوا ديجا بان لو ميليو انتيريور يعني الوسط الداخلي بوسيد دو كاركتيرستيك فوندامونتال. عنده جوج ديال الخصائص اساسيه اللي هما لي كاركتير فيزيكو شيميك ستابل، يعني الخصائص اللي كيكونوا فيزيائيه كيميائيه ستابل ديالو، لا كونسونطراسيون التركيز، لي بريسيون الضغط اللي كيتعرض لهم، لا تمبيراتور، لا شارج الكتريك اللي خاصها تكون عنده، لو بي اش كذلك. داكوغ. وكذلك ميشيغ بالنسبه لي كاركتير ديناميك، لي كاركتير اللي كيتحركوا اللي هما لو غونوفلومون، سيستيم ديال الغونوفلومون اللي هما جديد، سيستيم كابيلير وسيستيم لامفاتيك. يعني لو سيستيم سونغان اللي كيعطينا بيان سور لو بلازما، ولي سيستيم لامفاتيك اللي كيعطينا بيان سور لو ليكيد انترستيسيال باش كيتجدد به بيان سور هذه القضيه. داكوغ. فميشيغ بالنسبه لهاد لوميوستازي شنو كدير؟ كتخلي لو كور ديالنا يكون ستابل. فبحالاش مثال في الامتحان كتعطى كيقول لك اعطيني كيلكو كونستانت فيزيولوجيك ديال الهوميوستازي. مثال عقلو مزيان، لا تمبيراتور كوربوريل. واش انت كتدخل في درجه الحراره داخل الجسم؟ لا، انت مصاب تكافلنا الا مشيتي للافران غير مع الدرجه الخارجيه ديال الجسم اللي كدير الجاكيطه وتزيد المونطو ودير لي ليغون تلبس الطربوش ومصيبه كتبقى كتقفقف. الوغ كو الوسط الداخلي واخا تكون فين ما كنتي لا تمبيراتور ديالو كتكون 37 دوغري سيلسيوس. يعني في ليكزامان الا تعطاك سيتي كيلكو اكزامبل، فوالا كيلكو كونستانت فيزيولوجيك دو لوميوستازي à l'intérieur ديال لو كور هيومان، غتكتب اول حاجه لا تمبيراتور. داكوغ. هو عباره عن بيان سور واحد يعني واحد الكونستانت فيزيولوجيك ديال لوميوستازي ودير له 37 دوغري سيلسيوس واخا 37. كذلك ميشيغ بالنسبه الجليسيمي واخا الجليسيمي هو طو ديال لو غليكوز دون لو سون، نسبه الجليكوز في الدم. صافي لا كونسونطراسيون بلازماتيك اون غليكوز هو لا جليسيمي.
دونك لو طو نورمال ديال الجليسيمي خاصو يكون سولون لو ام اس، سولون لورغانيزاسيون مونديال دو سونتي، يعني المنظمه العالميه للصحه، هو ما بين 0.7 حتى ل 1.26. داكوغ، 0.7 حتى ل 1.26. بون، وكاينين بعض بيان سور الاخرين اللي كيعتبروا ما بين 0.8 حتى ل 1.2. واخا، فهنا كنتكلم على الجليسيمي نورمال، يعني الجليسيمي ديالي عن طريق لوميوستازي ملي كتدخل، يعني سيستيم بيان سور ديال انه كيرد ليا كونستون، كيخليه ما بين هاد الانترفال هذا صافي. فميشيغ هنا كنوسيون على هاد الجليسيمي، هاد الجليسيمي هذا كان عندك قل من 0.8 ولا 0.7 غرام بار لتر، كنتكلم هنا على ليبوغليسيمي. ليبوغليسيمي السكر عندك طايح صافي. وفاش كيكون ميشيغ السكر عندك طايح، دونك اوتوماتيكمون خاصك بيان سور لو غلوكاغون، حيت لو غلوكاغون هو هرمون كتعرفوه، لو هرمون اللي كيتسكريتا من لي سيلول الفا. عقلوا على هذا الشيء، حيت في ليكزامبل اللي عطاك اكزامبل ديال مثلا عطيني لوميوستازي ولا كيلكو كونستانت بيولوجيك فيزيولوجيك بلوتو، عطيه الجليسيمي وتكلم له عليه. فوالا، قل له بان لا glycémie c'est le taux de glucose dans le sang, il compris entre 0,7 g par litre et 1,26 g par litre à jeun. هو صايم، خصو يكون صايم، يعني في الليل ما ياكلش، غدا في الصباح بلا فطور ويمشي. كذلك ميشير بالنسبه لهاد لا غليسيمي فيها جوج، قل من 0.7 كتسمى يعني ليبوغليسيمي، الجليسيمي طاح، السكر طايح، دونك خاصو لو غلوكاغون، حيت لو غلوكاغون هو واحد الهرمون اللي كيتسكريتا من لي سيلول الفا ديال لي زيلو دو لونجيرونس، يعني واحد لي سيلول الخلايا الفا ديال جزر لانجيرهاس اللي كيتواجدوا في البنكرياس. هادشي ديجا شفتو اون سيزيام اني في الليسي واخا. فهو كيطلع ايبر غليسيميون، الغلوكاغون هو واحد ليفي ايبر غليس، كيطلع الجليسيمي باش يخليه نورمال. دونك الغلوكاغون كيخلي لوميوستازي مزيانه ديال الجليسيمي. بالاضافه مثلا الا كان عندي فوق 1.26، اغلبيه كيكون عندهم مثلا اللي فيهم ديابيت، اللي فيهم مرض السكري، سي اون مالادي كرونيك، مرض مزمن كيبقى معاك، خاصك ضروري دير له البريفونسيون لا بروفيلاكسي، يعني الوقايه، لا بروفيلاكسي ولا لا بريفونسيون صافي، يعني الوقايه، والوقايه خير من العلاج. هنا الا كان عندك فوق 1.26 دونك غيكون عندك ايبر غليسيمي، يعني الجليسيمي طالع، ايبر اون بيولوجي طالع، شي حاجه طالعه بزاف، ايبو شي حاجه هابطه. دونك اوتوماتيكمون بحال الانسولين، الانسولين هو الهرمون بروتييك اي افي ايبوغليسيمي، هو كيطيح صافي. فاش كتكون عندي ليبيرغليسيمي السكر طالع، كيجي هاد الانسولين ايبوغليسيميون، كيهبط السكر باش يخليه في لي نورم ديالو، وبيان سور كيتسيكريتا باغ لي سيلول بيتا ديال لي زيلو دو لونجيرون صافي. هذا غير اكزامبل ميشيل، واخا نعرفوا مزيان انني نعرفوا داكوغ. كذلك ميشيل عندي بزاف ديال بيان سور ديال لي كونستانت بيولوجيك او بيان فيزيولوجيك، بحال البي اش حتى هو داكوغ، خاصو يكون اغلبيه كيكون نوتر، يعني ما بين 7.3. كذلك ميشيل لا بريسيون سونغين ارتيريال، يعني الضغط الدموي حتى هو في لي زارتير خاصو يكون بطريقه يعني بريسيون ديال دياستول وسيستول، يعني التقلص وارتخاء الضخ ديال الدم خاصو يتضخ بواحد الطريقه اللي بيان سور تكون الفيتاس ديالها مزيان داكوغ. كذلك ميشيل لا نوسيون ديال الفوليمي، الفوليمي هو النسبه ديال الدم ولا يعني شحال عندك من لتر ديال الدم في لو كور ديالك، خاصو يكون ما بين 5 و 6 لتر. الوغ علاش ما يهبطش ولا يزيد، نظرا لان الفوليمي هي اللي كتدخل داكوغ كا بيان سور يعني كونستانت بيولوجيك صافي. فميشيل غنتعرفوا دابا على لا ستابيليتي دو ميليو انتيريور، شكون اللي كيخلي الميليو انتيريور ستابل، يعني شكون اللي كيخلي هاد لوميوستازي دار en tant que l'homéostasie ou la stabilité du milieu intérieur, c'est une condition essentielle à la vie. ياك ضروريه، شرط اساسي باش تعيش، الا ما كانش لوميوستازي ما تقدرش تعيش. فشكون اللي كيخلي هاد لا ستابيليتي ديال الميليو انتيريور ولا هاد لوميوستازي تكون؟ غراس ا ثلاثه ديال الحويجات: ليكيليبر هيدريك، يعني التوازن المائي، الماء في الجسم; ليكيليبر الكتروليتيك، يعني التوازن ديال لي زيليكترون ولي كونسونطراسيون ديالهم داكوغ; كذلك ليكيليبر اسيدو بازيك، يعني التوازن ديال الحمض وقاعده ديال البي اش ديالك في لو كور صافي. مهمه هذه القضيه بزاف. دونك هذه ميشيل هاني شرحت لكم يعني اون ديتاي. فوالا لوميوستازي شنو هي؟ لوميوستازي هو لو بروسيسوس دو ريغولاسيون، يعني العمليه ديال التنظيم ولا ديال التوازن ديال الجسم، حيث من خلالها فوالا الجسم كيحافظ على واحد القيم اللي كيكونوا ثابته وكيخليهم ما يفوتوش لي ليميت، والا بغاو يفوتوا لي ليميت بيان سور هو كيتدخل باش يخليهم في لي فالور ناتوريل ديالهم
صافي حيت الا فاتوا لي فالور ناتوريل عندي مشكل في الهوميوستازي ديال لو كور ديالي. ابري غنشوفوا ثالثا لي ديفيرون كومبارتيمون ليكيديان دو لورغانيزم. واخا دابا ميشيل شفنا لحد الان يعني دو نوسيون واللي كيتحطوا في ليكزامان، يعني دو كيسيون ديكزامان اللي هما لا نوسيون ديال الميليو انتيريور و لا نوسيون كذلك ديال l'homéostasie بالاضافه بيان سور les deux circulations voilà اللي كيغونوفليو هذا الميليو انتيريور اللي هما الفيسو سانغين والفيسو ليمفاتيك تعقلوا عليها حتى هي كتحط سو فورم دو كيسيون. دابا مي شير غنشوفوا ثالثا لي ديفيرون كومبارتيمون ليكيديان دو لورغانيزم. واخا يعني مختلف بيان سور لي كومبارتيمون ليكيديان يعني مختلف تقسيمات ديال السوائل اللي عندنا في الجسم. واخا تو دابور خصنا نعرف définition ديال compartiment liquidien. شنو هو compartiment liquidien واخا فميشيل بالنسبه للcompartiment liquidien c'est un regroupement de volumes comprenant des solutions de composition identiques. le regroupement يعني واحد التجمع ديال واحد الحجم اللي كيحتوي على واحد لي سوليسيون واحد المحاليل داكوغ اللي عندها واحد التركيبات ولا تكوينات متطابقه دي كومبوزيسيون ايدونتيك. صافي كيفاش هاد القضيه ديال كومبارتيمون باش نفهموها مثلا لا كومبارتيمونطاسيون سيلولير. هادو دي زيكزامبل باش تفهموا هاد لا نوسيون ديال كومبارتيمون. لا كومبارتيمونطاسيون سيلولير يعني تقسيمات في الخليه لداخل النوايو بوحديتها ياك والنوايو عندها الممبران ديالها يعني سيباري والميتوكوندري حتى هو سيباري. دونك سي دو لا كومبارتيمونطاسيون اونتر لو نوايو والميتوكوندري حيت سيباري مع بعضياتهم. مثلا في التران واخا التران عندنا لي كومبارتيمون داكوغ هذوك لي كومبارتيمون يعني العربات كل عربه كتكون سيباري على العربه الاخرى ولكن مليين مع بعضياتهم باش يؤديو وظيفه وحده اللي هي التنقل. فهذوك سو سون دي كومبارتيمون يعني وحده سيباري على الاخرى. مثلا هذا الكومبارتيمون فيها غير الناس ديال الرباط هكا باش يوضح المثال. هذا الكومبارتيمون فيها غير الناس اللي في كازا. هذا الكومبارتيمون الناس اللي اصل ديالهم من طنجه. هذا الكومبارتيمون دونك عندنا واحد الكومبوزيسيون ايدونتيك ديال السوليسيون اللي كيتواجد في ذاك الكومبارتيمون اللي كيتواجد في ذاك الغروبمون دو فوليوم وهذا غيتسمى كومبارتيمون. صافي يعني واحد الصاك اللي فيه اللي فيه الليكيد اللي كيتشابه هذه هي كومبارتيمون ليكيديان. صافي فغنشوفوا مختلف لي كومبارتيمون ليكيديان اللي عندي. فتو دابور ميشيل عندي لو كي تعتبر لو كونستيتيون برينسيبال دو لورغانيزم. عقلوا عليها ميشيل مزيان كتحط في ليكزامان حتى هي. واخا الماء كي تعتبر المكون الرئيسي ديال الكائن الحي وجعلنا من الماء كل شيء حي. دونك اي حاجه حيه فيها الماء وكتحتاج للماء. واخا فميشيل chez l'homme représente en moyenne 60% du poids corporel. voilà يعني الوزن الصافي ديال الجسم ديال الانسان عند الرجال خاصه كيشكل 60%. عند البيبي يقدر يوصل ل 75 حتى ل 80% كلها ماء. داكوغ فيعني بزاف فريمون بزاف 60% ديال الوزن ديال الجسم كله ماء. يعني لي ميسكل والاعضاء وكل شيء ما كيسواو غير 40%. صافي ريبارتي دون لي دو غران كومبارتيمون ليكيديان دو لورغانيزم. هاد 60% ديال الماء اللي كتشكل لو بوا كوربوريل يعني ديال الماء عند الرجل مثلا ريبارتي موزعه جوج ديال لي غران كومبارتيمون ليكيديان في جوج ديال السيكان كبار ديال لورغانيزم اللي هما لو كومبارتيمون انتراسيلولير يعني لو كومبارتيمون انتراسيلولير يعني لو فوليوم ديال داخل الخليه اللي فيه الماء حيث كيشكل 40%. صافي هاد 60% 40% منها في لو كومبارتيمون انتراسيلولير اللي كيتواجد الماء يعني الانتيريور ديال لي سيلول كيتواجد الماء كتشكل 40%. بالاضافه للكومبارتيمون اكسترا سيلولير. هادو هما لي دو كومبارتيمون اللي عندي. واخا الكومبارتيمون اكسترا سيلولير هو اللي برا من الخلايا داكوغ برا من الخلايا يعني ديال لو ميليو انتيريور. صافي شحال كيشكل 20% ديال الماء كيسوبديفيزي 20% ديال البوا كوربوريل ديال الماء اللي بدوروا هذا الكومبارتيمون اكسترا سيلولير. هنا ميشيل ديروها سو فورم سكيما باش تفهموا. واخا باش تعقلوا ديروا 60% ديال البوا كوربوريل ديال لو كيدوز لجوج اسهم. الكومبارتيمون انتراسيلولير كيشكل 40%. خصنا نعقل حتى لي بورسونتاج ميشيل. واخا ولو كومبارتيمون اكسترا سيلولير كيشكل 20% وكيتكون حتى هو براسو ولا كينقسم لجوج لو بلازماتيك. واخا يعني الماء ديال البلازما داكوغ حيت ان البلازما كتحتوي ميشيل البلازما بوحديتها كتحتوي على 90% من الماء عاد المكونات الاخرين من بعد غنشوفوها اون ديتاي في شابيتر 2. فهاد لو بلازماتيك كيشكل 5%. صافي يعني الماء اللي كيتكون فيه البلازما كيشكل 5% من هاد 20% ديال الكومبارتيمون اكسترا سيلولير. داكوغ يعني هو لو كونتوني ا لانتيريور دو فيسو يعني الماء اللي كيتواجد لداخل ديال العروق الدمويه.
صافي. حيت العروق الدمويه كيكون فيها البلازما. بالاضافه يعني كيكون لو سون اون جينيرال. بالاضافه ميشير لو انترستيسيال، وديجا عارفين حنا شنو هو لو ليكيد انترستيسيال. الداخل فيه 15% د الماء، يعني هو او كونتاكت دي ممبران سيلولير سيباري دو لو بلازماتيك. هو اللي كيكون اون كونتاكت مع لي ممبران سيلولير، الاغشيه ديال لي سيلول، وكيتسيبارا باغ لو بلازماتيك، حيت لو بلازماتيك كيكون في لي فيسو، بينما في لي ممبران ديال لي سيلول ما بين لي ممبران كيكون هاد لو انترستيسيال. صافي. فميشيل هنا كيشكل 15%. عقلوا عليهم مزيان هاد النسب وما تخلطوش فيهم ميشيل واخا. فالخلاصه باختصار يعني اون ريزومي، لو توتال كيسوا 60% ديال البوا كوربوريل ريبارتي دون الكومبارتيمون انتراسيلولير 40%، الكومبارتيمون اكسترا سيلولير 20%. غنزيدوا حتى واحد لا نوسيون ميشيل ولو انها يعني قليله بزاف، داكوغ، ولكن حتى هي نذكروها، اللي هو لو كومبارتيمون ترونس سيلولير كيشكل غير 1.5%. يمكن تركوها، يعني يمكن ما نديروهاش، ولكن باش نكونوا اكزاكت وكلير نديروها. حتى الا حسبناهم غنلقاو 61.5%، يعني كتكون لا يعني ما كنذكروهاش حيتاش كتشكل غير 1.5%، ما محسوباش اصلا مع لو توتال، ولكن حتى هي فيها بيان سور كومبارتيمون ترونس سيلولير. كيفاش ترونس سيلولير؟ ترانسيلولار هما اللي كيكونوا ما بين لي سيلول، الماء اللي كيكون كيتواجد ما بين لي سيلول، يعني خليه وخليه تتشكل له واحد التيسيو. هذيك الخليه وخليه راهم قرابين، ولكن غير واحد شويه كيكون واحد شويه ديال الفراغ كيكون فيه لو بيان سور اللي كيشكل غير 1.5% كومبارتيمون ترانسيلولار. صافي تعقلوا عليها ميشيل. وهذا الكومبارتيمون ترانسيلولار كيكون في واحد ليبيثيليوم ديال لو ليكيد سيفالوراكيديان ولا غاشيديان واخا. يعني ما كيكونش لو كور كامل، كيكون غير في لو ليكيد سيفالوغاشيديان ولا سيفالوراكيديان، ولا كيتسمى هذه السميه القديمه. بالنسبه للسميه هذه لونسيان نومونكلاتور، بالنسبه للسميه الجديده دابا حاليا سميتو ليكيد سيريبروسبينال. سيريبروسبينال تقدر تلقى في لي كونكور لو ليكيد سيريبروسبينال تساوي لو ليكيد سيفالوغاشيديان، ولكن حنا كنستخدموا ماجوريتي لو ليكيد سيفالوغاشيديان. صافي. هذا لو ليكيد سيفالوغاشيديان هو اللي كيشكل هذا 1%، يعني هو لو كومبارتيمون ترانسيلولار. شنو هو؟ هو واحد الليكيد صافي اللي كيتواجد بيان سور فيه كيعوم لو سيرفو، لو سيرفو ولا مويل سبينال، يعني لو سيرفو المخ ولا مويل سبينال الحبل الشوكي. صافي. هذاك الليكيد اللي كيتواجد كيعوم فيه السيرفو ولا مويل سبينال، داكوغ، كيتسمى لو ليكيد سيريبرو سبينال، او بيان يعني جايه سيريبرو جايه من السيرفو، سبينال جايه من لا مويل سبينال الحبل الشوكي. وهذاك لو ليكيد ميشيل كيتسمى لو ليكيد سيفالوغاشيديان، هو اللي كيتسمى لو ليكيد ترانسيلولار، هو اللي كنجزئوه في الكومبارتيمون ترانسيلولار اللي كيشكل غير 1.5%. داكشي علاش ما كنذكروش بزاف. صافي. ولكن من الاحسن تكتبوا هذا اون ريزومي، عاد من بعد نكتب له يعني لو ليكيد اكسترا سيلولار راه فيه لو بلازماتيك 5%، لو انترستيسيال 15%، ولا ديفينيسيون ديال كل وحده. لو بلازماتيك هو لو كونتوني على الانتيريور دي فيسو، ولو انترستيسيال هو لو اللي كيتواجد بيان سور او كونتاكت دي ممبران سيلولار سيباري دو لو بلازماتيك واخا. فميشيل دابا غنجيو واحد لا بارتي تري امبورطونت اللي هي لي فاكتور بوفون موديفي لو فوليوم توتال دو لو كوربوريل واخا. في الامتحان كتحط كيل سون لي فاكتور بوفون موديفي لو فوليوم توتال دو لو كوربوريل. هذه كيستيون ديكزامان. شكون هما العوامل اللي كيمكن يغيروا اجمالي الحجم ديال الماء في الجسم؟ يعني كيفاش يكون عندك 60% ولا 50% ديال الماء ولا 70% ديال الماء ولا 40% ديال الماء؟ عندي ثلاثه ديال لي فاكتور ميشيل، هاني ريزوميتو لكم بهذه الطريقه. الجواب ديروا هكا. صافي. كل وحده صافي كل وحده فلاش وديروا هذا الجواب بالضبط باش تاخذوا لا نوت كومبليت. صافي. غديروا اول حاجه لاج، العمر واخا. العمر لومبريون هو جنين فيه بزاف د الماء، هو كيكبر والماء كيقل. دونك عندي امبريون من بعد غيولي جون شاب، من بعد غيولي ادولت بالغ، من بعد غيولي فياغ يعني عجوز كهل. صافي. هذا الاول اللي كيأثر على لو فوليوم توتال ديال لو كوربوريل، واش يطالع ولا هابط، لاج العمر. ثانيا لو سكس الجنس، واش مال ولا فيميل. صافي. حيث ان المال اكثر، هانتوما شوفوا داير لكم يعني واحد العلامه ديال اكبر من. المال كيكون كبر من الفيميل، لاج لومبريون كيكون كبر من الجون وكبر من الادولت وكبر من الفياغ ايتترا. صافي. وكذلك ميشيل الثالثه هي لا كونتيتي دي تيسيو اديبو، يعني النسبه ولا الكميه ديال لي تيسيو اديبو، يعني الانسجه الدهنيه اللي عندك في لو كور ديالك، يعني لا تونور اون غريس، النسبه ديال الدهون في الجسم. صافي. قد ما كانت النسبه ديال الدهون في الجسم يعني كتكون كاينه لي غريس ولا لي تيسيو اديبو كيكون فيه الماء. دونك الميسكل فيها الماء. صافي. حيت فيها لي تيسيو اديبو.
كذلك لي تيشي اديبو حتى هما فيهم الماء، من بعد منهم لوس، حيت لوس ما فيش لي تيشي اديبو واخا، دونك هادشي علاش ما فيش الماء بزاف. داكوغ، دونك هادو لي فاكتور اللي كيموديفيو لو فوليوم توتال دو لو كوربوريل عقلوا عليهم ميشيل واخا. من بعد عندي السي لي كومبارتيمون كي كومبوز لو ميليو انتيريور، بحال اللي كنعاودوا هاد لي كومبارتيمون ولكن بواحد الطريقه ديال لي ليكيد باش نديروا ديفينيسيون ديال كل وحده سهله واخا. عندي ميشيل لو ليكيد انترستيسيال. بالنسبه لو ليكيد انترستيسيال سي لو ليكيد qui est directement au contact des cellules déjà كنعرفوها dès qu'elle rentre dans un vaisseau lymphatique il donne naissance à la lymphe canalisée et interstitielle. هذا لو ليكيد انترستيسيال هو واحد السائل اللي بيان سور كيتكونتاكتا ديريكتومون مع لي سيلول، يعني كنا شفنا لا ديفينيسيون ديالو ما بين لي كابيلار سانغان ولي سيلول واخا، وكيعطيني ميشيل في لا نيسونس كيعطيني لا لانف واخا، هو كيعطي لا لانف il donne naissance à la lymphe. هادشي علاش شفنا لا ديفينيسيون ديال لا لانف ou bien le liquide lymphatique ديجا شفناها، واحد لو ليكيد كلير جوناتر circule dans tout le réseau de ganglions et de vaisseaux lymphatiques واخا. هاد لا لانف عندي فيها جوج الانواع، عندي فيها لا لانف كاناليزي ولا لانف انترستيسيال. فبالنسبه لا ديفيرونس ميشيل سهله وعقلوا عليها مزيان، تقدر تحط لكم في ليكزامان سهله. بالنسبه للانف انترستيسيال اللي جات من لو ليكيد انترستيسيال، فهذه ميشيل تو سامبلومون يعني كتكون ما بين لي كابيلار، داكوغ، لي كابيلار لانفاتيك ولي فيسو لانفاتيك واخا. بينما يعني لو ليكيد ولا لا لانف انترستيسيال، بينما لا لانف كاناليزي. علاش كتسمى بعدا لا لانف؟ علاش كتعطي لا لانف؟ حيت لا لانف فيها دي سيلول immunitaire اللي هما لي لانفوسيت، غنشوفوهم في الشابيتر 2. اللمفاويات، حيت فيهم اللمفاويات هاد لي سيلول immunitaire دو ديفونس ديال لورغانيزم كيدافعوا لنا على لورغانيزم كيتسموا لي لانفوسيت. هاد لا لانف كيعطيها له ليكيد انترستيسيال صافي، كيعطي لا لانف حيت فيها لي لانفوسيت صافي. هاد اللانفوسيت عندي فيها يا اما هاد اللانف بلوتو يا اما كاناليزي اما انترستيسيال. كاناليزي كتكون يعني ملتصقه في لي كابيلار لانفاتيك وفي لي فيسو لانفاتيك، بينما بالنسبه للانف كاناليزي كتكون سو فورم يعني في لي كانو اللي كتكون كونيكتي مع لي غونغليون لانفاتيك، لي غونغليون لانفاتيك العقد اللمفاويه. بينما لانف انترستيسيال ما بين لي كابيلار لانفاتيك ولي فيسو لانفاتيك، العروق اللمفاويه، الشعيرات اللمفاويه اللي كيترونسبورتيو للانف. بينما لانف كاناليزي داكوغ كتكون في لي غونغليون كتسيباري كتلتصق ولا كتكونيكتا، كتكون كونيكتي مع لي غونغليون لانفاتيك، لي مع لي غونغليون لانفاتيك. هذه هي لا ديفيرونس تو سامبلومون صافي. عندي ميشيل ثاني ليكيد في لو كومبارتيمون بيان سور دو ميليو انتيريور اللي هو لو بلازما. سي لا بارتي ليكيد دو سون تروفون دون لي فيسو سونغان، هي الجزء السائل من الدم واللي فيه بيان سور لي فيسو في لي فيسو سونغان في العروق الدمويه. لو ليكيد ترانسيلولير هو اللي شرحته لكم عاد قبيله في الكومبارتيمون ترانسيلولير صافي. دونك هو qui se forme à partir du plasma par passage à travers un épithélium. دونك هو bien sûr كيخرج من البلازما par passage يعني كيدوز من البلازما à travers un épithélium عن طريق واحد النسيج واللي هو bien sûr لو ليكيد سيفالو راشيديان اللي كيسبح فيه ولا كيبروتيجي لنا لو سيرفو ديالنا ولا مويل سبينال ديالنا. داكوغ، فشوفوا ميشيل في هاد لا فيغور غتلقاو ال او سي لو ليكيد اكسترا سيلولير، بيان سور فيه لو ليكيد انترستيسيال كذلك البلازما واخا. يعني لو ليكيد انترستيسيال كيعطي لا لانف في نيسونس داكوغ اللي كتكون في الفيسو لامفاتيك، وعندي كذلك البلازما اللي كتكون في الكابيلير سونغان. هادو بجوج بيان سور راهم كيتعتبروا في لو ليكيد اكسترا سيلولير. وعندي كذلك حتى لو ليكيد انترا سيلولير اللي ماشي هو لو ميليو انتيريور واخا، اللي الداخل ديال الخلايا وكيوقعوا لي زيشانج بيناتهم صافي. فبقات لنا ميشيل لا ديرنيير بارتي رابعا كونسيرنون لي كونستيتيون امبورطون دو ليكيد انترا سيلولير. دابا غنشوفوا هاد لو ليكيد انترا سيلولير يعني السائل داخل الخليه مناش كيتكون لي كونستيتيون ديالو. فلو ليكيد انتراسيلولير ميشيل كونتيان بو دو صوديوم، فيه الداخل بو دو صوديوم، حيت عرفنا دابا لو ليكيد اكسترا سيلولير مزيان، دابا غنعرفوا حتى لو انتراسيلولير. ال اي سي لابريفياسيون اختصار، فيه شويه ديال الصوديوم شويه ديال الكلور واخا، و براتيكمون با د كالسيوم، ما فيش الكالسيوم. Par contre, il contient beaucoup d'ions potassium et phosphate. فيه مجموعه ديال لي زيون ديال البوتاسيوم وديال الفوسفات واخا. وكذلك ميشيل une certaine quantité d'ions magnésium et sulfate حتى هما كاينين. De plus, il y a beaucoup de protéines dans les cellules, environ 4 fois plus que le plasma. Le plasma في le liquide extracellulaire فيها شويه ديال البروتين، بينما في لا سيلول الداخل كاينين 4 الخطرات اكثر من البلازما. حتى هاد لي كونستيتيون ميشيل ديال لو ليكيد انتراسيلولير خصني نعقل عليهم. كتجيني اون كيستيون في ليكزامان
Quels sont les constituants importants de liquide intracellulaire؟ غنجاوب هذا الجواب. دونك كاين شويه الصوديوم والكلور، ما كاينش الكالسيوم، هادو هما اللي مهمين كنطوط عليهم. كاين بزاف ديال البوتاسيوم والفوسفات، كاين كذلك حتى المغنيسيوم والسلفات، وكاين بزاف ديال لي بروتين. فوالا ميشيل.